الواحد بقى له 4 شهور كده والّا 5 شهور في دوشة، عارف أنت، يعني في حاجة في اللعيبة، في حاجة في النادي، لأ في حاجة في النادي في العموم ده بقى لها سنتين، آخر سنتين في مجلس الكابتن الخطيب، في حاجة غريبة من اللعيبة والإدارة وكل حاجة فيها حاجات غريبة بتحصل، وحاجات بنعدّيها إحنا كمشجعين النادي الأهلي مش واخدين عليها وخصوصًا مبادئ النادي الأهلي، بس آخر 5، 6 شهور كده اللعيبة عارف أنت اللي هو كل واحد أنا راجل في بيتي، عارف، أنا راجل في النادي، أنا ما فيش زيي، أنا ما توقعتش رد فعل ياسر إبراهيم بعد ما شاف زميله المفروض واخد كابتن يعني رجل المباراة، خلاص يا عم، يعني المفروض أنت كابتن من كباتن النادي ما تعملش حاجة شبه اللي أنت عملتها دي، وتعترض بالطريقة دي وبالأسلوب ده، وهو صاحبك أصلًا واخد رجل المباراة، عايز تعترض بقى في تصريح زي ما قفشة عمل، تقول رأيك بعد مباراة، في لقاء، في أي حاجة، إنما مش بالطريقة دي. صاحبك واقف عشان ياخد رجل المباراة، أنت تقول والله مثلًا مش اللي بيدّي الجايزة دي مش بيفهموا والكلام. عيب يا ياسر، أنا باحترمك وباحترم رجولتك في الملعب، ومقدّر إن أنت بقى لك 3 ماتشات من ساعة أمّا رجعت، يعني ما شاء الله بتلعب بحمية النادي الأهلي اللي متعودين عليها، بس أنت ما ينفعش تعمل كده وهو صاحبك موجود. ففي إيه في أوضة اللبس في النادي الأهلي، في إيه في الإدارة، في إيه في النادي الأهلي الفترات الأخيرة، إحنا أكيد إحنا محسودين أو مسحور لنا يحصل حاجات عكس تقاليدنا وعكس اللي إحنا اتربينا عليه في النادي الأهلي، فيا رب الأمور الجاية تبقى أهدى، في شَد على اللعيبة، في شَد من الإدارة للإدارة ذات نفسها، لإن برضه في حاجات غريبة بقت تحصل، فيعني يا رب نرجع لمسارنا الصحيح، والفترة الجاية دي والانتخابات تعدّي على خير، والفترة الجاية تبقى فيها استقرار بمدير فني محترم وقوي. السلام عليكم.